السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف انتم؟ تمام؟ تمام بخير. ممكن تشرحوا لنا على هذه المنتجات اللي معكم؟ والله هذا شوف هذا من هنا إلى هناك، هذا قسم الموروث اليافعي طبعا، خاص بالتراث اليافعي. في مقسم معنا هنا، مثلا هنا تبع الزراعة، في معنا هنا بعدين تبع الطبخ والبيوت المنزلية، ومعنا هناك أدوات الفخار ومعنا هناك القسم الحربي يعني. مثلا أنا كان يباع فيها البن، مثلا هذا الربعي وهذا النصفي، وباقي الثمين مش موجود بس نجيبه. هذه طبعا هذه الجبنة، هذه الجبنة بتستخدم للقهوة، يعني بيصلحوا فيها القهوة بعد ما يطبخوها وسكبوها إلى الكوب وقدموها للضيوف. غوبة. أيوة الغوبة. طبعا هذه مقرفة خشبية، يعني بتستخدم بالحراثة لطبخ الأرض، يعني من تسويتها. أيوة. طبعا هذه كانت تستخدم للسجول. ليش؟ السجول. وهذه معروف القهوة، يعني يطبخوا فيها القهوة. جبنة. طيب هذه خنزرة تستخدم للحراثة الأرض، أجدادنا يستخدمون الخنزرة في معظم المحراث. طبعا هنا مصنوعة من جلد الحيوان، هذا المسب وهذا المجزل، وفي حاجة ثانية اسمها الأفرة. هذا المجزل بيستخدموه للجناء البن، أيام الجناء بيعمل المزارع هكذا ويجني المحصول إلى هنا. لما يمتلي هذا يسكبوه إلى الأفرة أو إلى المسب، لما يمتلي وينقله للبيت. وهذه طبعا الجعبة اللي يستخدموا فيها للخبز وطبعا هنا معك أدوات الأكل اللي هي القدح والصحفة طبعا هذا برضو هذا القدح، وهذه بتسمى الموقف. هذه الموقف، هذه بيصلحوا فوقها الأكل عشان هذه احتراما للطعام، عشان يكون الطعام مرفوع من الأرض. ثاني حاجة الأكل لازم يكون من بعيد عشان يكون أكثر عدد على الصحن، وبرضو عشان إذا ما فيش حاجة ترجع إلى داخل طبعا هذا اللي يقدم، هذا السلطاني يقدم فيه ولائم كبيرة، يعني بتستخدم للطبقات الأسطوراتية أو السلاطين أو في معنا هناك أدوات من الفخار، مثلا هذا الجحف للعسل والسمن. هنا في أدوات فخارية، هذه بتستخدم للحليب وتسخين السمن المدري. وممكن هناك الأخ عبد الرب يكمل لك الإعلام الشرعي. هلا مرحبا. تبع ويش هذا؟ من وين نبدأ؟ هذا الصحفة حق الأكل. طبعا هذا الصحفة لا يملكها أي إنسان عادي، الطبقة الأرستقراطية كملك أو سلطان أو شيخ، مصنوعة من النحاس، يحط فيها الذبيحة كاملة. هذا يسمى مكرينج من النحاس لقلي الماء، ثم يوزع إلى الجبنة إلى الأشياء هذه. هذا يسمى جحف العسل أو السمن، يصب من هذا الشيء. هذا مدري يقال للطبخ اللحم، يختلف عن القدور اللي يطبخ فيها الآن، لأنه هذا له نكهة، له ذوق، له طعم. هذه عندك زير حق الماء، هذه نسعة وهي من الجلد الخالص لاستحضار الماء من البئر. هذا يسمى جحف حق العسل أو السمن، هذه الأشياء. ثم على شكلين، وهذا من الجلد مصنوع. أيوة. هذه الزمزمية كانت بالشكل هذا تأتي. عندك هذا الملبوس حق الأطفال اللي يلبسوه حق الأطفال. هذه الجنبية، أول ما وجدت الجنبية الحميرية. كيف ظهرت الجنبية؟ ظهرت بالشكل حجرية، تاريخها يتعدى 3000 وشوية سنة. شوف هذا تاريخها، كانت الجنبية بالشكل هذا، ثم تطورت إلى المرحلة الثانية. شوف الحجر، ظلت الحجر، ولكن الذهب كان عقيق. شوف وضعوا المرحلة الثانية، وضعوا الحديد، ثم المرحلة الثالثة اللي عليها من القرون، البفلو اللي هو حيد القرن. شفتوا الآن هذه مراحل الجنبية. هذا خنجر مرصع من النحاس، مرصع بالعقيق اليماني. هذه آلة الحرب، يسمى بوطة
يعبى بالبارود، ثم يوضع البارود في هذا المكان، ثم يحط له المرقز، يقول له هذا حقه، يضغط على البارود المرقز، ثم هناك فتيلة، البارود نزل ضغطنا عليه، فتيلة هنا يرجع كذا، ثم يقرأ هنا، تولد شرارة تندفع اللي هي الرصاصة حسب كمية البارود اللي ضغطها داخل السلاح. هذه الألقة تسمى ضرب، هذاك الدروع الصد حق القتال، وهذاك السيف. هذه لمحة بسيطة عن بعض الأشياء. هذه حق العطر أو الماء الورد كانوا يستخدمونه، ثم يرش فيه البخور، يبخر الضيف. أيوه. لا موروث اليافعي، ها؟ لا تنقله عن مكان. ايش هذا يا عم؟ ايوه هذه ما بعض الاشياء تجاوزناها. هذه الشيشه